ازيكم حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده جايين عشان نكمل كورس المكرمية المجاني بتاعنا. هنشتغل بخيط جديد في كورسنا، هو خيط السلسلة. خيط السلسلة هو بيجي شلة، وانا بفك الشلة وبعملها بقرة خيط. بحط الشلة على الكرسي وببدأ افك الخيط. هبدأ بالثلاث الوان دول بداية. وكمان استخدمت خيط مكرمية محلول قطن 4 ملي كان موجود عندي. لو عندك مجدول هينفع. اي خيط سمكه تخين بس شوية، لان خيط السلسلة رفيع، فمش هيظهر الشغل لو انا استخدمته على خيط برضو سلسلة رفيع. اول حاجة بعملها ان انا بثبت الخيط بلزق في الخشبة زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بجيب خيط سلسلة بقص 3 متر. اول حاجة الفرع 3 متر، وبربطه بعقدة الدبل. خدناها قبل كده في الكورس. طبعا انا مش هشرح غرز المرة دي. اللي مش متقن الغرزة كويس ممكن يرجع للفيديوهات السابقة، هتشرح له الغرزة بتتعمل ازاي بالظبط. كده انا عملت اول خيط لونه الاورنج بغرزة الدبل. واخد وقتي خالص يا جماعة في ان انا اعدل الغرزة على الخيط. اهم حاجة شكل الغرزة يبقى مظبوط. بعد كده هجيب فرع تاني من خيط السلسلة لون تاني، وهربطه برضو بغرزة الدبل او الغرزة المزدوجة. تمام. بعد كده بضمهم على بعض وبقربهم للخيط الاولاني الاورنج اللي انا عملته. بصوا انا باخد وقتي جدا، انا ما سرعتش الفيديو عشان تشوفوا قد ايه انا باخد وقت عشان اظبط الغرزة على الخيط. البداية ديت اهم حاجة، ان انا اظبط الغرزة على الخيط. تمام. بعد كده بجيب لون تالت وببدأ برضو اربطه بغرزة المزدوجة او الغرزة الدبل، وهكمل بالشكل ده لغاية ما اعمل على الحبل القطن المحلول اللي تحته بطول 10 سنتي. خدنا بالنا وانا بركب الغرزة المزدوجة ان انا بخلي نص الخيط فوق ونص الخيط تحت، يعني 1.5 متر فوق الخيط اللي في النص دوت، و1.5 متر تحت. هتعرفوا ليه لما نكمل الشكل بتاعنا. ومش شرط 1.5 متر، 1.5 متر، يعني شكل عشوائي يعني. كمان انا استخدمت بواقي خيوط عندي كانت موجودة. الخيط الابيض دوت بواقي خيوط حتى كان مجدول، وانا فكيت الغرز بتاعته وخدت جزء. الفكرة اللي احنا هنعملها النهاردة هينفع معانا ان احنا نستخدمها ببواقي الخيوط اللي موجودة عندي. يعني لو عندي اي بواقي خيوط ممكن اعمل نفس الفكرة بنفس الطريقة اللي احنا هنشتغلها وشغالينها مع بعض دلوقتي. وممكن استخدمها بخيط جديد خالص وبأطوال طويلة، على اساس ان يبقى الشغل قدام وورا الفينش بتاعه كويس جدا. اتمنى لو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير، وسيبولي تعليق يا جماعة اعرف ايه رأيكم في الشغل وايه اللي انتوا عاوزينه نعمله مع بعضينا. ولو حاجة مش واضحة ممكن ارد عليكم في فيديو يوضحها اكتر. وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بص بقى احنا هنكمل خيط بالالوان اللي موجودة عندنا بالترتيب اللي انتوا تحبوه. الالوان ديت على حسب ما انتوا حابين تنسيق الالوان، لغاية ما اكمل على الخيط الاساسي اللي هو المحلول دوت بطول 10 سنتي. يعني اول ما اوصل ل10 سنتي اركب خيط لطول 10 سنتي، انا بوقفه كده يبقى الصف الاولاني عندي كامل. بصوا كده لسه ما كملتش ال10 سنتي، هكمل ال10 سنتي. بصوا الحبل المجدول اهو لما كنت بفكه وبستخدمه عشان اعمل بيه غرز جديدة.
كده الصف الاولاني بتاعي كمل. انا عملت خيوط اهوت بطول 10 سنتي، الصف الاولاني بتاعي كمل. عايزه اعمل الصف التاني بقى. هعمل ايه؟ هاخد الخيط المحلول بتاعي دوت وابدا الفه. بصوا انا كده لفيته وهبدا اشتغل عليه. طب في اللفه دي هيبقى في فراغ، مفيش خيط ياخد اللفه دي، فبركب خيط خارجي جديد بعقدة البداية، يبقى بغرزة الايه؟ البداية. يبقى كل ما اجي الف هيبقى في فراغ، اركب خيط خارجي جديد بغرزة الايه؟ البداية. ومش شرط بس في اللفة هنا، ممكن هتلاقوا في تباعد في الخيط بعد كده كل ما الدايرة هتوسع، فبرضو بزود بدخل غرزة البداية، خيط جديد بغرزة البداية. اهم حاجة اظبط الغرز بتاعتي. كل ده التظبيط دوت بيبقى بس في البداية لغاية ما اعمل الصفين الاولانيين، وبعد كده الشغل بيبقى اسهل بكتير. اهم حاجة في الخيط المحلول ان هو نقربه للصف الاولاني. تمام كده هاخد الفرع عادي خالص اهوت. اهم حاجة في الشغل ده بقى ان انا اشتغل في مكان ثابت، يعني مكان محركش من عليه الخيط، لان الطريقة اللي احنا شغالين فيها ديت صعبة وبتاخد وقت كتير، بتاخد مجهود. فانك تشيل الخيط وترجعي بالخيط والشكل صعب، فثبتيها على حاجة وفي مكان محدش يوصلها، تروحي وترجعي عليها عشان تكمليها. الطريقة ممتعة جدا، يعني سهلة، شغل سهل، اما كمجهود لا، بتاخد مجهود ووقت طويل. تاني حاجة معلومة لازم ناخد بالنا فيها، ان خيط السلسلة لازم الاطراف بتاعته تتحرق بالولاعة او تتقص بالولاعة عشان ما يسرفلش معاكي او الخيط ما يفكش منك. لو ما كنتش دخلت الخيط الابيض القصير في الشغل، كان زماني ممكن ان انا اعمل بغرزة الدبل الطريقة السحرية او السريعة اللي احنا خدناها قبل كده في شغل المكرمية الاخرانية. اللي ما شافش الفيديو يشوف الطريقة ازاي. بس انا دخلت خيط قصير علشان اوريكم ان الطريقة ديت او الفكرة بتاعتنا ممكن نعملها ببواقي الخيوط اللي موجودة عندنا. لو مش عاوزة تشتري خيط جديد فانت ممكن تستخدميها بنفس الطريقة. طيب احنا بنعمل ايه النهاردة؟ احنا بنعمل بداية لحاجات كتيرة. ينفع كوستر يتحط على الترابيزات والكلام دوت، وينفع كمان يتعلق على الحيطان البوهمية منتشرة جدا، وممكن نكملها لمشاية كبيرة. فهي بداية لأفكار كتير، ممكن تستخدمي البداية ديت وتفنشيها بالشكل اللي انت عاوزاه. طبعا انا مش هقدر ان انا افنشها النهاردة لانها محتاجة وقت طويل جدا، فانا هعمل لها جزء تاني وهنشوف مع بعضينا احنا هنكملها عليه. بصوا بقى الاتجاه دوت الخيط كله طويل، فانا هستخدم غرزة الدبل السريعة زي ما انتم شايفين كده، شرحناها قبل كده في الجدرية او المعلقة الاخرانية. اتمنى ان ما شافش الطريقة يرجع للفيديو ويشوفه.
وصلت للصف الرابع. طبعا الخيط المحلول بيفضل يلف معايا. وصلت للصف الرابع. بصوا بقى الاطوال بتاعتي كلها طويلة، فهعملها بالجرزة الدبل السريعة. بلف الخيط على ايدي مرتين اتنين زي ما انتم شايفين كده. كده بثبت الجرز العقدة المزدوجة. بصوا بقى يا جماعة، خلي بالكوا ان في طرف الخيط الابيض القصير مش هينفع اعمل بيه غرزة جديدة، فدوت انا بنزله تحت الشغل. لو انتوا عاوزين اي خيط تدخلوا لون جديد تمام، او تقصوا خيط من الخيوط ديت وعايزين تدخلوا بشغل لون جديد خالص، مفيش اي مشكلة خالص. انتوا ممكن تقصوه وتنزلوه تحت الشغل وتكملوا عادي خالص. المهم سيبوا ليه زي عقلة كده، ما تقصوهوش خالص يعني. فاهمين؟ بصوا هنا يا جماعه، انا جيت الف في نص اللفه اهوت، يعني انا بعد ما لفيت والخيط مكمل معايا عايزه ازود الخيط في نص الصف اهوت او في بدايته. بضيفها برضو بغرزه الايه البدايه زي ما احنا اتعلمنا. وحبيت ان انا ادخل اللون البامبا عشان يكسر شويه، فدخلت اللون في وسط الفراغ اللي حصل معي. يعني غرزة البداية مش شرط يكون عند الدوران بس او لفة الخيط، لا، ممكن ان انا ادخل غرزة البداية في نص الصف عادي او في ربع الصف عادي في اي وقت. المهم يظهر لي فراغ، انا بدخل بغرزة البداية خيط جديد، او انا عاوزة ادخل لون جديد بدخله برضو بغرزة البداية. مع الشكل كل ما بيزيد بيبان جماله،
كل ما بيكبر بيبان جماله وبيبان تداخلات الالوان. هي محتاجة بس كل اللي هي محتاجاه منكو الصبر وطولة البال، لانها بتحتاج لمجهود كبير. اتمنى ان انا فكرتي تكون عجبتكم، وما تبخلوش عليا باللايك والشير، وكمان تسيبولي تعليق تشجعوني بيه. ببقى مبسوطة جدا لما بشوف رأيكم وان المعلومة فادتكم، فما تحرمنيش منه. ولسه هنكمل مع بعضينا الشكل، وهتتفاجئوا في الجزء التاني انا عملت بيه ايه. وباي باي.